لانه كان كده. انا ممثله وهدفي التمثيل، ولما جات لي فرصه زي دي اظهر على شاشه كبيره. رضوى الشربيني من بعد ظهور ضيوف برنامجها واتهمهم بفبركه حلقاتها واللي بتقدمه للناس. طب استني، طيب مش قادره اكمل، مش هقدر استني اقول لك دول كمان الشبكه لحد ما تجيب لي الفلوس. البنت اللي ظهرت في البرنامج طلعت في لقاء تاني وهي مش لابسه الحجاب اصلا، وقالت ان كل اللي حصل ده في الحقيقه ان مش بس ايمان بقى اللي ظهرت، ده كمان احمد ظهر عشان يرد على كل اللي حصل ده، لحد بقى لما المفاجاه والصدمه حصلت. أزمة بتتعرض لها الإعلامية رضوى الشربيني من بعد ظهور ضيوف برنامجها واتهمهم بفبركة حلقاتها واللي بتقدمه للناس، فخلينا نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن آخر حلقة ظهرت واتعرضت من برنامج رضوى الشربيني ظهر فيها 2 ضيوف، المفروض إن الضيوف دول كانوا 2 اسمهم أحمد وإيمان، والمفترض إن الاتنين دول مخطوبين وبينهم مشاكل بسبب والدته، واللي حصل إن والدته دخلت في مداخلة تليفونية في الحلقة وقالت إنها مش هتسيب ابنها يسكن بعيد عنها. فهنا بقى إيمان اللي المفروض يعني إنها العروسة اتضايقت جدا وقلعت الدبلة والشبكة وأنهت الخطوبة على الهوا، وبعدين رجعت أخدت الشبكة مرة تانية وقالت له لما تبقى ترجع الفلوس اللي عليك أبقى أديك الشبكة. طب استني، مش قادره طيب اكمل، مش هقدر استني اقول لك دول كمان الشبكه لحد ما تجيب لي الفلوس. والحقيقة إن من بعد كل ده ومن بعد اللي حصل في الحلقة، فالحلقة اتصدرت الترند والناس تعاطفوا جدا مع إيمان وشافوا إنها مظلومة، والموضوع أخد حيز كبير جدا من جدل ونقاش ما بين الناس على الميديا، لحد بقى لما المفاجأة والصدمة حصلت، وهو إن البنت اللي ظهرت في البرنامج طلعت في لقاء تاني وهي مش لابسة الحجاب أصلا، وقالت إن كل اللي حصل ده كان كدبة إبريل، وإن كل اللي حصل في الحلقة كان متفق عليه وكان مجرد تمثيلية، يعني لا هي مخطوبة للشخص اللي ظهرت معاه ده وإن هما الاتنين مجرد ممثلين. هي كدبه ابريل. انا ممثله وهدفي التمثيل، ولما جات لي فرصه زي دي اظهر على شاشه كبيره لانه كان كده. ما حسيتش ان انا يعني بوصل حاجه صح عشان اقدر اكمل فيها او حاجه مظبوطه، اللي هو لو هي فعلا قصتي كنت هقدر دلوقتي ابقى متواجده على السوشيال ميديا وسط كل الناس، لكن دلوقتي انا مكسوفه مش في الشارع. وإن الموضوع بدأ لما أحمد صديقها طلب منها الظهور في برنامج معاه وقال لها الحدوتة اللي المفروض إن هم هينفذوها، وإن الشبكة اللي ظهرت في الحلقة دي كانت مجرد إكسسوارات مش دهب حقيقي. في يوم من الايام كده قبل رمضان تقريبا، حد صديق ليا كلمني وقال لي في برنامج زميلتي جايبه لنا. طب عباره عن ايه يا استاذ؟ زميلتي وكده في الميديا وعايزانا نطلع في برنامج ما مشهور، هنحكي ايه؟ قال لي هنطلع ان احنا 2 مخطوبين، انا مامتي عايزاني اعيش معاها وانتي رافضه الموضوع، في خلافات عن الموضوع ده وكده. قلت له تمام. ابتدينا ننسق القصه انا وهو ان احنا فعلا 2 مخطوبين، واشترينا اكسسوارز وكده طب يلا هنصور. وإن السبب اللي خلاها تطلع توضح الحقيقة دلوقتي هو إنها مش قادرة تواجه الناس، لأن الناس بيتعاملوا معاها على أساس إنها بالفعل واحدة بتعاني من مشكلة مع خطيبها وحماتها، لكن الحقيقة إن دي مش حياتها الحقيقية وإنها عايزة تظهر بشخصيتها الحقيقية. العظيم انا ما كنت اعرف ان انا هطلع ترند خالص خالص، يعني ما كنتش متوقعه. لما انا كنت بصور الحلقه دي كنت متوقعه ان هي زيها زي مقلب، زيها زي مشهد في مسلسل في الحلقه، ويا ريت الناس كانت تعرف ان هو مشهد تمثيلي، لان انا بالنسبه لي التمثيل ده حياه. كان بالنسبه لي ان الناس تعرف ان هو تمثيلي افضل. هي دي. طب حد جه سالني مثلا انت فلانه، طب دي مش حالتي الحقيقيه، هقول ايه؟ هرد اقول والنبي داروني. وقالت إن اللي اتظلم في كل الموضوع ده هو أحمد اللي المفروض إنه عامل دور خطيبها، وده لأن الناس هجموه هجوم شديد واتهموه بإنه عديم الشخصية، برغم إن الحقيقة إن كل ده تمثيل. هي كدبة إبريل. اللي كان مطلوب مني بعد ما تصر في المكالمة إن أنا أفضل عايشة معاها وكده وما نجيبش شقتين ونقترح كل الحلول وهي ما توافقش برضو، إن أنا أسيب له الذهب تمام، اقول له ان انا كده مش هقدر اكمل، وفي نفس الوقت ارجع تاني اخد الدهب بتاعي اقول له بقى لما تجيب لي الفلوس بتاعت الجمعيه بس. وبالفعل انا نفذت اللي هم قالوا لي عليه. هو شاب كويس جدا تمام، لان فيه هجوم عليه. احمد ممثل واتظلم في الموضوع جامد الصراحه. فهنا بقى الناس قالوا دي اكيد واحده تانية لان شكلها متغير جدا، وانها واحده تانية وطالعه لابسه كاب عشان ما تبينش شكلها. فايمان بقى ظهرت لتاني مره، بس المره دي ظهرت وهي لابسه الطرحه وبنفس لفه الطرحه اللي ظهرت بيها في البرنامج عشان تثبت للناس انها نفس الشخصيه.
فالحقيقه ان مش بس ايمان بقى اللي ظهرت، ده كمان احمد ظهر عشان يرد على كل اللي حصل ده، واللي قال كل الكلام اللي طلعت ايمان قالته ده كله غلط، وان محدش من القائمين في البرنامج اتفق معاهم على حاجه، وان هما الاتنين بس اللي اتفقوا مع بعض بدون علم البرنامج. هو ما حدش اتفق معانا في اي حاجه خالص، الناس محترمه جدا، واحنا بقالنا 3 شهور اصلا كنت انا وايمان بنتكلم في الموضوع، وكانت هي متردده، والبرنامج ذات نفسه ما اتفقش معانا على اي حاجه، ما لهمش علاقه باي حاجه اصلا، احنا اللي اتكلمنا واحنا اللي كل كلمه اتقالت احنا اللي قايلينها مش هم. وان هو اتعرض عليه فلوس عشان الموضوع يكبر اكتر من كده، واتهم ايمان بانها تقاضت فلوس مقابل انها تطلع تقول الكلام ده على البرنامج، عشان انا شايف حاجات غريبه بتحصل، وفي ناس بتكلمني عشان عايزانا ادفع فلوس يدفعوا لي فلوس عشان اطلع اتكلم في حاجات تانية. انا مش كده، تمام؟ انا مش كده. شكرا ليك يا ايمان على اللي انت بتعمليه، فرحت بقرشين خدتيهم ماشي، ومش عايز اتكلم، انا بتكلم بس بعرف الناس اللي حصل، عشان انا شايف كده حاجات غريبه بتحصل كده. انا تعبان نفسيا، اقسم بالله تعبت بسبب الموضوع ده، امي بتموت حرفيا، فانا مش مستحمل اي حاجه. انا بتكلم بقول ان احنا كنا متفقين على ده وماضيين اقرار على ده قبل ما هنخش، تمام؟ وكل كلمه احنا اللي قايلينها مش هم. ونفى مرارا وتكرارا وجود اي اتفاق ما بينهم وما بين البرنامج، وقال ان هم مضوا على اقرار قبل التصوير بان اي كلام هيقولوه هيكونوا هم المسؤولين عنه. مفيش حد من البرنامج اتفق معانا على حاجه نعملها، احنا اللي طالعين واحنا اللي قلنا الكلام ده يا جدعان. انا بقولها اهو، احنا مادين اقرار قبل اي كلمه هنقولها، مفيش حد قال لنا قوله، مفيش حد قال لنا اعمله، عشان بس الكلام يكون واضح. وانا بقولها تاني وبكررها يا جدعان، محدش طلب مننا نعمل اي حاجه. فهنا بقى الكاتب أيمن سليم حب يعلق على الموضوع، واللي كتب على صفحته وقال: طلعت فعلا حلقة المذيعة رضوى الشربيني مفبركة، وده اللي أكدته صاحبة الموضوع في فيديو، وقالت إن هم كانوا متفقين معاها تعمل كل التفاصيل، حتى لما تعترض في الآخر وتقرر ما تكملش، وقالت إن أحمد اللي مثل دور خطيبها ابن أمه هو في الحقيقة ممثل يبحث عن فرصة للظهور. إدارة برنامج رضوى الشربيني أكدوا إن هم هيتخذوا الإجراءات القانونية ضد البنت بعد ما اعترفت بالفبركة، لأنهم كانوا ممضيينها ورقة عبارة عن إقرار بإن اللي هيتقال ده حقيقي، وحتى لو ده حصل والبنت والولد مضوا في سبيل تحقيق حلم الشهرة، هيفضل برضو اسمه نصب واحتيال على الجمهور ولعب بأحلام الشباب من أجل تحقيق نسب مشاهدة وأرباح. وبالنسبة لموضوع المذيعة رضوى الشربيني ومحاولة إنقاذها من تهمة الفبركة بإنها ما كانتش تعرف إن الولد والبنت دول مفبركين، وإن عمرهم ما اتخطبوا، وطنط مامة الولد هي كمان مفبركة، حتى لو فرضنا إن الولد والبنت اتفقوا مع بعض إنهم هيعملوا نفسهم مخطوبين قدام الناس. فين إعداد البرنامج؟ البنت طلعت متجوزة ومخلفة، يعني مش مكتوب في بطاقتها آنسة. إزاي الإعداد معرفش ده لما بعتت لهم البطاقة عشان تدخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ المفروض إن هم مخطوبين بقالهم مدة، ليه مفيش ولا صورة بتجمعهم؟ الإعداد ما طلبش ولا صورة من خطوبتهم ولا من قراية فتحتهم ولا حتى في أي خروجة. اتضح إن الاتنين بيحاولوا يمثلوا من بدري، وإن البنت أصلا ممثلة ومش محجبة، هي لبست الحجاب بس عشان تسبق الدور في البرنامج، يعني اللي جايبهم البرنامج عارف إن هم ممثلين وحلمهم الشهرة والظهور. إحنا قدام مهزلة وجريمة في حق الإعلام. محدش يغلط في قنوات شراء الهوا اللي بيعملوا أي حاجة وبيستضيفوا أي حد في سبيل تحقيق نسب مشاهدات، طالما بيحصل العبث ده على القنوات الكبيرة. طب خلينا احنا بقى نرجع ونقول الحقيقه ان من بعد كل اللي حصل ده الناس اتقسموا لاكتر من راي. ناس هاجموا البنت وقالوا طب وانتي ايه اللي مطلعك دلوقتي عشان تقولي الحقيقه وتقولي ان الحلقه مفبركه، وان من الواضح كده انك عايزه تكملي وتستمري في الترند والموضوع عجبك، وانك طالعه من الاول وعارفه ان القصه من اولها مفبركه. تاني رأي واللي هاجم رضوى الشربيني واللي قالوا لو فعلا الكلام ده حقيقي فانت ايه اللي يخليكي تعملي حلقه مفبركه؟ ما انت برنامجك كده كده ناجح بدون اي مسلسلات.